بدأ المباراة لعبنا 45 دقيقة. هما من وجهة نظري لو هتتكلم هما أحسن 45 دقيقة لعبهم حسام حسن مع المنتخب لحد دلوقتي. في خلق فرص، في طريقة لعب، رغم إن خلي بالكوا حسام حسن النهارده مغير طريقة اللعب وكان بيلعب بطريقة أقرب ل 3-4-3. وأنا من وجهة نظري الطريقة دي هي كويسة وكل حاجة، بس أنا عايز من ضمن الحاجات اللي أنا يعني هو مش أنا أي بني آدم طبيعي لازم تثبت طريقة اللعب، مش ككورة كأي حاجة لازم تثبت طريقة عامة في أي حاجة. لكن النهارده دخلنا المباراة حلو، خلقنا فرص حلوه. في ناس ممكن تتكلم عن انا من وجهه نظري اقول لك هات مرموش مع وينج مكان تريزيجيه وخلي مرموش يقطع في القلب وكمل محمد حمدي ومعانا مصطفى محمد مهاجم. لكن النهارده هنقول مصطفى محمد ما كانش يقدر يلعب وان هو مصاب. لكن النهارده انا من وجهه نظري انا شفت روح. الشوط الثاني بقى فيما بعد الطرد انت بتتكلم كان متوقع، يعني الطبيعي ده المتوقع، طبيعي ان انت هتقوم راجع ورا وهتستقبل لعب. بس انا اللي ممكن الوم عليه هي فكره ان انا الشوط الثاني ما ظهرليش اي شكل هجومي. وبرده النهارده انت خدت بالك ان انت حتى في الدفاع انت ما عندكش الاسامي اللي انت تعتمد عليها من على الدكه. انت شفت النهارده لما احتجت لعيبه، وانا النهارده احترمت حته في حسام حسن على فكره، حته ان انت لما جيت تقفل قفلت صح. ازاي؟ مش نزل مساك رابع، لا اقفل نص الملعب، لان صن داونز او جنوب افريقيا الاثنين واحد. لو قدرت تخلق كثافه في نص الملعب وتمنع التسديدات انت خلاص انت ضيعت 80% من خطوط جنوب افريقيا. ودي كانت حته مش سهله خلي بالكم، اللي انت تمنع التسديدات وسط تألق لمحمد الشناوي. قلنا مش حلو، بس احقاقا للحق الراجل النهارده عامل مباراه عالميه عالميه. وانا بكررها تاني، عجبني في حسام حسن هي فكره ان انا لما جيت اقفل قفلت بمعلمه زي ما بيقولوا. مليت خط النص لما نزلت محمد شحاته ونزلت مهند لاشين. الناس ممكن تقعد تقول لك ده غباء، ده مش عارف ايه اللي انت بتعمله ده، وايه شغل بيس وايه شغل فيفا. لا انا النهارده قدرت. شوف الضغط اللي جنوب افريقيا كانت عاملاه ده كله، انا كده وكنت صادد، انا كده وشلت الاسوأ، انا كده. والنهارده مفيش تسديده هتقدر تتكلم فيها تسديده شفتها لمنتخب جنوب افريقيا، ولو هترجع السبب فهو لحسام حسن. النهارده في روح، انا واخد بالي ان في روح، في لعيبه عايزه تكسب، وفي مدرب من بره روحه اتنقلت للعيبه. وخلي بالكم احنا المنتخب الوحيد اللي كاجواء نفسيه لحد دلوقتي، انا اتفرجت على اغلبيه مباريات البطوله، المنتخب الوحيد اللي دخل البطوله. المنتخبات التانيه لعبت كوره حلوه، بس الحته بتاعت احنا طول عمرنا يا جماعه معلش بطولاتنا اللي خدناها كنا بنجيبها بجيل اول، الروح وبعد كده اللعب. طالما دخلت باجواءك في الملعب هتاخد البطوله. ومباراه من وجهه نظري مباراه كويسه جدا. المباراه الجايه تريح لعيبتك، تريح صلاح. انا من وجهه نظري النهارده لا كنت حلو ولا كنت وحش، لان انت الشوط الثاني كسبت كل لوحدك.